السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا عليكم من جديد. إيه الأخبار يا جدعان؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية. شكرا لكل واحد بيتفرج على الفيديو وبيسمعه لحد الآخر. النهاردة يا جدعان هنتكلم عن حاجة مهمة جدا حصلت في البريمير ليج، يمكن ما كانش في ناس كتيرة واخدة بالها منها، وده طبعا هنا دورنا ان احنا نسلط الضوء على الحاجات اللي الناس مش واخدة بالها منها. وهو النهاردة هنتكلم عن تعاقد كريستال بالاس مع جناح فياريال السابق وكريستال بالاس الحالي يرمي بينو ب 30 مليون يورو لتعويض ابريتشي ايزي. طبعا كلنا عارفين ان في اللحظات الاخيره من الترانسفير ماركت كريستال بالاس باع ايزي الارسنال بحوالي 69 مليون يورو، عشان بعدها يعوضوا بلعيب ب 30 مليون يورو. ولكن هنا السؤال، ليه اختيار يرمي بينو؟ للعلم اللي ما يعرفش، يرمي بينو مع فياريال، هو يرمي بينو عاش كل اللحظات اللي عاشها كتير من الناس مع فريق فياريال، من اول طبعا مرورهم ان هم سنه ورا سنه بيطلعوا الرابع الخامس هكذا. في سنه طلعوا فيها الثامن مر بيها وكان في تخبطات، كسب معاهم اليوروبا ليج، صعد مع الفريق لنص نهائي التشامبيونز ليج بعدها لما خسروا من ليفربول بصعوبه. يعني عاش كل اللحظات دي. والحلو في يرمي بينو ان هو تدرج في المراحل يعني السنيه في فرق زي لاس بالماس وفرق تانية يعني قليله نسبيا في اسبانيا. بعدها راح فياريال، فريق اسمه فياريال سي، اللي هو الفريق اللي بعد الفريق الرديف، بيلعب تقريبا في الدرجه الخامسه. بعد كده واحده واحده اتصعد للفريق الرديف ثم الفريق الاول. فالراجل خلاص يعني مر بكل المراحل، وكان بيلعب فريق اول وهو عنده 18 سنه. الراجل مواليد 2002، حاليا يعني ماشي في 23 سنه. قيمته السوقيه انخفضت من 40 ل 30 مليون يورو. وكمان اللي اتفرج عليه في اكتر من مناسبه هيعرف ان هو جناح على الخط، يعني الريال بتستخدمه استخدام كويس جدا لما بيلعب 4-4-2، بيبقى جناح على الخط في 4-4-2، واحيانا ممكن يستخدم كمهاجم تاني في ال 4-4-2. فليه كريستال بالاس اللي بيلعب ب 3-4-2-1 يجيب يرمي بينه تحديدا؟ اول حاجه زي ما قلنا عامل السن، فعامل السن 22 سنه، وانت بتلعب فريق اول وانت عندك 17 18 سنه، بتلعب في الفتره اللي لما اتالق شويه صغيرين فيران توريس جاب 4 جون و5 اسيست، انا فاكر في موسم من المواسم، راح بعدها مانشستر سيتي. فانت بتلعب في فتره كان فيها مواهب اسبانيه بتتالق، كان ساعتها كانج ان لي برضه بيلعب في فالنسيا مع فران توريس، فكان في فتره فيها المواهب اللي هي بتاعت مواليد 2002 و2001 دي بتطلع. فده نقطه، وعشان كده طبعا هم مضوا معاه عقد لحد 2030. النقطه الثانيه ودي الاهم طبعا، ممكن يكون ده كان الوحيد المتاح في سوق الانتقالات دلوقتي. دي نقطة معذور فيها كريستال بالاس، وده نوع من انواع البانيك ترانسفير، ان هو برضو في اواخر ايام الترانسفير عمله. وده طبعا سببه ان تعويض ابريتشي ايزي، لما من اول بقى لما قالوا ان هو خلاص هيروح توتنهام، بعد كده مضى مع ارسنال، والقصة اللي احنا عارفينها دي كلها. بس العجيب ان يرمي بينو ادى في الماتش الاخير قدام ايفرتون اداء جيد، اداء جيد جدا كمان. يعني الراجل راح باكتر من فرصة على الجون، ولكن ظهر العيب بتاعه. ايه هو العيب بتاعه؟ ان هو سيء جدا في الفينش. يعني الموسم العظيم اللي يرمي بينو على مدار 4 ل6 مواسم تقريبا مع الفريق الاول، ما اعتقدش ان هو عدى الاجمالي 10 مساهمات هدفيه. ما شفتش موسم حتى جاب فيه اكتر من 6 جوان. يمكن هو مشهور بسوبر هاتريك جابه قبل كده في الدوري الاسباني، مش متذكر قصاد مين، ولكن ما دون ذلك هو مش لاعب فينشر. ده كمان عشان الخطه اللي بيتالق فيها خطه 4-4-2، فهم بيبقوا عايزين جناح على الخط، خصوصا كمان ان هو كان معاه في فتره من الفترات لعيبه بتخلص زي جيرارد مورينو قبل الاصابه، لعيبه مهاريه في خط النص زي اليكس باينا اللي هو راح اتلتيكو مدريد، وهكذا. فهو عيبه فعلا ان هو ما بيخلصش، عيبه ان هو مش بيدي فينش كويس. ولكن كاجمالا لا، الراجل آه ادى اداء كويس. انا فاكر ان كان في موسم اتصاب فيه اصابه تقيله، لعب بس 7 ماتشات، لكن ما دون ذلك لا، يعني الراجل عنده قدره بدنيه كويسه من هو صغير انه يلعب بال 30 ولا 40 ماتش طول الموسم. ودي حاجه تقلقك شويه، وحاجه برضو تكون كويسه ومبشره ليك، لان اللعيب اللي بيبقى في سن صغير بياخد فرصه بيستهلك بدنيا فيما بعد. لكن لحد دلوقتي لا، يعني الراجل شغال. وكمان ان هو بيتحط مع مدرب زي جلاسنر، لا برضو الراجل هيجي منه قدام. نقطة كمان خلينا نحط في الحسبان ان كريستال بالاس بقى فريق ليه اسم في السوق الاوروبي دلوقتي. يعني عندك مهاجم زي ماتيتا، حرفيا يا جماعه اللي تابع ماتيتا في الدوري الالماني، كان في موسم بس مع ماينز جاب 14 جون، بعد كده كان بيجيب الجونين والثلاثه بالعافيه في الموسم. اوليفر جلازنر خده وراح ملمعه كده وتمام، وراح خلى منه حاجه تقيله. بالاضافه كمان ان في ميزه حلوه ان انت جنبك
لعيبه زي دايتشي كامادا برضو بيعرف يلعب كرقم 8، وبيعرف يلعب كرقم 6 احيانا، بيبقى عامل زياده عدديه تحت في خط النص، فهو سايب لك المساحه ان انت تضم كمهاجم تاني. لو انت هتلعب جنب دايتشي كامادا زي ماتش ايفرتون، هيبقى سايب لك مساحه ان انت تضم كمهاجم تاني مع المهاجم الاساسي بتاع الفريق اللي هو ماتيتا. وراك واحد زي مونوز، ووراه ريتشاردز، عاملين قفله في الجنب اليمين. لو انت كمان عايز تطير وتفتح مساحات، فعندك واحد برضو بيعمل لك نفس الفكره، تبقى الخطه اقرب برضو ل 4-4-2 بالتبادل بقى ما بينه وما بين اسماعيل يسار، وان يكون في اتنين ديسترويرز تحتيهم زي ويل هيوز وجيفرسون ليرما. فالخطه برضو مساعداه ان هو يعمل ده. وبامانه الراجل كان ملتزم في حته ان هو بيلعب تحت المهاجم كويس. يعني انا اول مره اشوف يرمي بينو بيتالق في حته تحت المهاجم دي. يرمي بينو انا دايما بشوفه ان هو لا لعيب حلو جدا بس على الطرف. ده كان كلامنا النهارده، وطبعا لسه هنشوف على مدار الموسم هيعمل ايه. بفكركم ان اللعيب لسه صغير في السن، عنده 22 سنه مش في 23 سنه. تعاقد حلو جدا على المدى البعيد. ممكن ينضم لصفقات البانك ترانسفيرز، ولكن ده اللي هنشوفه على مدار الموسم. هل اوليفر جراسنر بقى هيعمل من الفسيخ شربات زي ما عمل مع اكتر من لاعب، ولا هيكون يرمي بينو صفقه ادت في اول كام ماتش وخلاص على كده؟ شكرا يا جدعان، ده كان بودكاست النهارده. يا رب ما اكونش ازعجتكم ولا طولت عليكم، يا رب دايما يكون دمي خفيف على كل واحد بيسمع الفيديو لحد الاخر. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.